السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معلومة في كبسولة. أنا دكتور محمد بسيس، وفي حلقة النهاردة الحلقة رقم 99 من البرنامج هنتكلم مع بعض عن موضوع يمكن معظمنا اتعرض ليه، موضوع العلامات الغامقة سواء اللي لونها اسود او ازرق اللي بتظهر على سطح الجلد. في ناس بتظهر عندهم بقع غامقة على سطح الجلد في اماكن مختلفة من الجسم. البقع دي بنسميها كدمات، ودي بتحصل نتيجة تمزق في الاوعية الدموية والشعيرات الدموية الصغيرة الموجودة بالقرب من سطح الجلد. وخلي بالك معايا ان من الممكن البقع دي تظهر في الجسم او في اماكن مختلفة من الجسم بدون ما نتعرض لسبب واضح. طيب يا دكتور محمد، هل في اسباب ممكن تساعد على ظهور البقع دي؟ في. احنا قلنا ان البقع دي بتظهر نتيجة تمزق في الاوعية الدموية او الشعيرات الدموية القريبة من سطح الجلد. طب ايه الحاجات اللي ممكن تسبب حدوث الكلام ده؟ ممكن الشخص يتعرض لاصطدام يؤدي لتمزق الاوعية الدموية، او في بعض الناس بتاخد ادوية بتزود السيولة زي الاسبرين والبلافيكس والكولوبيكس والجوسبرين واسبريكارلو واجريكس وغيرهم من الادويه اللي بتزود السيوله. فطبعا ده من العوامل اللي بتساعد على ان هي تزود سيوله الدم، بتزود فرصه حدوث هذه الكدمات. او من ضمن الاسباب اللي بتساعد على ظهور الكدمات دي سوء التغذيه اللي بينتج عنه نقص في فيتامينات، واشهرها فيتامين سي وفيتامين كي وفيتامين ب 12. من ضمن العوامل برضو التقدم في السن. بنلاقي الناس الكبيره في السن الجلد عندهم بيبقى رقيق، فبيبقى فرصه ظهور البقع دي عندهم كبيره لان الجلد عندهم رقيق، وبالتالي بيبقى عرضه انه يحصل عندهم تمزق في الاوعيه الدمويه القريبه من سطح الجلد. ممكن برضو التهابات الاوعيه الدمويه تؤدي الى ظهور هذه البقع. ومن اشهر الاسباب او العوامل اللي بتؤدي لظهور هذه البقع الناس اللي بتستخدم النسيدز او نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، اللي هي الادويه المسكنه زي البروفين والكتافلام والباي الكوفان وغيرهم من المسكنات، غير الباراسيتامول اللي هو موجود في البنادول. خلينا متفقين ان البقعه دي بتاخد من حوالي اسبوع لاسبوعين لحد ما تختفي لوحدها. البقعه دي بتختفي بعد اسبوع لاسبوعين. ازاي؟ الهيموجلوبين بيتحلل لمركبات تانية، فبنلاقي البقعه في الاول بيبقى لونها احمر، وبعد مرور 48 ساعه بعد يومين بنلاقي اللون يتحول الى الازرق او اللون الاسود، وبعد مرور 10 ايام بنلاقي ان لون البقعه يتحول للون الاخضر او الاصفر، وبعد مرور 14 يوم كحد اقصى بنلاقي البقعه دي بتختفي تماما. طب لو حبينا نعالج البقعه دي بنعالجها ازاي؟ العلاج بيبقى على حسب سبب الحدوث، وده بيحدده الطبيب المعالج. ولكن خلينا متفقين ان في اغلب الاحيان البقعه دي بتظهر بدون سبب واضح، وبتاخد حوالي من اسبوع لاسبوعين وبتختفي لوحدها. في طبعا اجراءات منزليه ممكن نعملها بتسرع من عمليه الشفاء او بتسرع من اختفاء البقعه دي. يعني مثلا على سبيل المثال البقعه دي لو كانت مؤلمه نتيجه مثلا كدمه او اصطدام، بناخد مسكن زي الباراسيتامول، وطبعا ده OTC، مش محتاج ان انت تكشف عشان الدكتور يكتبه لك، انت ممكن تروح تصرفه من الصيدليه. وفي اول ربع ساعه من ظهور البقع، خاصه لو كانت بعد كدمه او بعد اصطدام، بنستخدم كمادات ميه ساقعه او كمادات تلج. ليه؟ عشان ده بيبرد المنطقه المصابه، بيقلل تدفق الدم ليها، فبيقلل من فرصه ظهور البقع دي. نيجي بقى مع بعض الاهم جزء في حلقه النهارده: امتى نكشف او امتى نقلق لو ظهرت البقع دي عندنا؟ عندي 4 حاجات. اول حاجه، لو البقع دي استمر ظهورها لمده اكتر من اسبوعين. الحاجه الثانيه، لو البقع دي ظهرت بعد اصابه او كدمه قويه جدا. الحاجه الثالثه، لو ظهرت البقع دي حوالين العينين. الحاجه الرابعه والاخيره، لو البقع دي ظهرت في الجسم وظهر معاها دم في البول، يبقى في الحاله دي لازم نكشف، وده ممكن يبقى انديكيشن او علامه على وجود نزيف داخلي لا قدر الله. بكده انا وصلت لنهايه حلقه النهارده. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه رقم 99. خلاص بقى حلقه ونقفل ال100. يا رب تكونوا استفدتوا. لو حد عنده استفسار او سؤال يسيبه في كومنت وانا هرد عليه، ولو حد عايز يتواصل معايا على الواتساب ده رقم التليفون اللي ظهر تحت الشاشه، يتواصل معايا في اي وقت. واشوفكم في حلقه جديده من برنامج معلومه في كبسوله. كان معكم دكتور محمد بسيس، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.